بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. معاكم ايمان علي من كوكينج ايمان علي. النهاردة هنعمل مع بعض البوري. يلا كده هنبدأ كده نسمي الله. احنا جبنا الصينية بتاعتنا وقطعنا بصل كده بس تقطيعة كبيرة شوية. البصلة عايزة تقطعيها اصغر من كده ماشي، هتقطعيها جوليان مفيش مشكلة. احنا دلوقتي قطعنا البصلة وكمان قطعنا بطاطس دواير. وجبنا كمان طماطم متقطعة زي تقطيعة السلطة. كل ده كده مع بعضه يبقى بطاطس وطماطم وبصل. وكمان هناخد معلقة توم صغيرة مليانة. ونبدأ بقى ايه نقلب الخلطة كويس جدا مع بعض. هنحط بقى كمان بهاراتنا اللي هو الكمون والكزبرة والشطة. دي اساسي، والملح بتاعنا. هنبدأ بقى ايه نقلبهم مع بعض. هنجيب البهارات بتاعتنا اهي كده. زودنا البهارات شوية. هنبدأ بقى نخلط الخلطة دي حلو كده ونقلبها بالمعلقة. بسم الله. ادي الخلطة بتاعتنا. يلا هنقلب بقى كله، قلب قلب كده كله في بعضه. بسم الله. قلبنا الخلطة كده ايه جهزناها خالص. هنبدأ بقى نخلص ونجهز الخلطة بتاعت ايه اللي هنحشيها جوه السمكة. هنا كمان قطعنا فلفل عليها. قطعي كمان قرن فلفل حامي. يلا بقى نجهز الحشوة بتاعت السمكة بتاعتنا. جبنا هنا بقدونس على كزبرة مفرومة، ومعاها فصين توم برضو مفرومين حلو، وهرسة الشطة. يبقى توم وهرسة الشطة وكزبرة على بقدونس. ولو في كرفس تبقى تمام جدا. هنقلبهم حلو مع بعض. وخدنا من الخلطة دي جزء كده وحطيناه عليها. دي البطارخ بتاعت البوري. هنبدأ بقى بصوا هنمسك كده نسمي الله ونبدأ ندهن كده واحدة واحدة. ونحط لكل الواحدة البطاريخ بتاعتها. تمام. بسم الله. بصوا هنحشيه كده. بصوا نعملوها كده. بصوا السمكه اهي شكلها كده اهي. ونبدا نحط البطاريخ بتاعتها وهكذا نعمل كل البوري بتاعنا بالطريقه دي ونرصه في الصينيه على البطاطس. بسم الله. تمام. نبدأ بقى نخلص الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة. وهنا بقى نجيب الصينية اللي احنا حطيناها فيها الخلطة بتاعتنا وقلبناها. ونبدأ بقى ايه نحط السمك بتاعنا ونرص فيه. عايزة تحشيه من نفس الحشو حشيه. ونبدأ كل واحدة وعكس التانية نرصه في الصينية بنفس الطريقة. بصوا انا كنت باخد كمان من الفلفل والطماطم احطه جواها. هنا تمام. ادينا خلصنا الخلطه. بصوا دي عليها شطه من فوق، انا حطيت هريسه الشطه عليها كده كمان عشان دي عايزاها حاميه شويه. هبدا بقى اجيب شرايح من الليمون. شرايح الليمون دي هنحطها نرصها كده عليها. بسم الله. هنرص الصواني كده. تمام. هنرص الصينيه واحده واحده عليها كده من فوق غير الليمون اللي احنا عصرناه عليها. وهنرش عليها رشه زيت كده، يعني مش كتير، يا دوب رشه زيت كده ايه بسيطه تدي اللون معانا كده. اهي خلصنا. دي شرايح الليمون حطيناها. بسم الله. بصوا شكل بقى الصوانيه كده قبل ما تدخل الفرن. يعني حاجه كده ما شاء الله جميله وسهله. وبصوا يعني جميله خالص. جربوها. يعني طريقه سهله وسريعه وكمان طعمها حلو. البطاطس تحتها كانت كمان طعمها جميل جدا. هي شكلها دي بقى اللي مش حاميه، والتانيه حاميه عاملاها بالشطه ودي من غير شطه. تمام. هنبدأ بقى ايه نحطها بقى في الفرن. نسمي الله كده ونحطها في الفرن. هنحط لها الزيت بتاعها ونحطها في الفرن. عايزه تسويها من فوق البوتاجاز شويه وبعدين تكمليها تاخد وش في الفرن مفيش اي مشكله. هي الطعم مش هيفرق كتير. يلا بقى نبدأ كده نسمي الله ونحطها. وما تنسوش بقى واحنا كده ايه بناخد الصواني نحطها في الفرن اللايك والاشتراك والكومنت الحلو منكم. ويلا حطيناها في الفرن. بسم الله. هنا بقى بعد ما طلعناها من الفرن بصوا الجمال. بصوا حاجه كده كانت، بصوا لسه طالعه بقى من الفرن. حاجه كده سهله وبسيطه. بصوا خدت اللون واتحمرت واستوت والبطاطس كانت جميله تحتيها. هنبدا بقى نغرفها كده نسمي الله كده ونحطها في الاطباق. ماشي معاكم. بسم الله. بصوا هنا حطيتها بقى. بصوا البطاطس شكلها جميل ازاي. بصوا الجمال. ربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال وأبدلنا خيرا منها اللهم امين يا رب العالمين. جربوا الوصفة دي هتعجبكم وادعوا لي. وما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت. ودعوة كده حلوة منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.